بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بفضل الله سبحانه وتعالى تم إجراء عملية جراحية ناجحة إلى سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة. نسأل الله الشفاء العاجل والعافية الدائمة لسماحة السيد. العملية تمت بنجاح في مستشفى الكفيل التخصصي اليوم بفريق مشترك، فريق من جراحة الجمل العصبية برئاسة الدكتور أحمد عدنان الجبوري أخصائي جراحة الجمل العصبية، وعضوية كل من دكتور سامر فيصل اختصاص جراحة الجمل العصبية ودكتور حيدر سباهي. الفريق أيضا اشترك به جناب الدكتور حسين الكعبي اختصاص جراحة الأنف والأذن الحنجرة في مستشفى الكفيل. بفضل الله سبحانه وتعالى تمت العملية بنجاح، وسماحة السيد يتمتع بصحة طيبة، وسيتم نقله إلى العناية المركزة مؤقتا تمهيدا لنقله إلى غرفته في المستشفى بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم أجرينا عملية إلى سماحة السيد أحمد الصافي، والحمد لله مشت الأمور بشكل تمام. والآن السيد مثل ما تفضل الدكتور يتماثل التعافي من التخدير، ويتم نقله إلى العناية المركزة بشكل مؤقت، وخلال يوم يومين إن شاء الله يغادر المستشفى. العملية مشت بشكل تمام، وذلك لأن السيد الله يحفظه يعني مهتم بهذا الصرح الطبي، وفر كل الأجهزة اللي متوفرة في المراكز قليلة في العالم حقيقة. الناظور هو من أرقى النواظير الموجودة، والعدة الجراحية من أرقى العدد الموجودة، وإحنا نشكر سماحة السيد أنه وثق بنا لإجراء العملية، والحمد لله رب العالمين.